مساء الخير، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة حلوة بالكاستر والسكر ورشة الزبيب وغرقنا في اللبن. تطلعيها سخنة كده، تسقيها اللبن وتاكلي ألف هنا وشفا، وبطريقة سهلة وبسيطة من غير لا فرد ولا عجن، والله بجد أحلى من الجاهزة. بحشوة الكاستر، والكاستر بقى ايه متوصيين بالحشو. تعالي نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. انا هنا معايا كوبايتين ونص من الكاستر، نزلت عليها كوبايتين ونص من اللبن الساقع، نزلت عليها باكو كاستر من اللي بيتباع في السوبر ماركت الجاهز. هدوبه كده على البارد، وهنزل بعد كده ب4 معالق من السكر، وبرده هقلب وادوب على البارد. اهم حاجه ان انت تدوبي على البارد. هنعمل بالظبط زي ما عملنا في الدونتس المحشي كاستر او حلويات الكاستر، هنعمل نفس الحشوه، هنستخدم نفس حشوه الكاستر بنفس الطريقه. انا اسفه كمان عشان يعني لو صوتي مش هيبقى واضح شويه عشان انا بردانه، فاسفه بقى لو في حروف ولا حاجه ايه دخلت في بعضها او اتلخبطت. هنا بقى سبته على النار لحد ما غلى وسمكه تقل كده كده تمام. اول ما بيغلي واحس ان سمكه تقل خلاص بطفي عليه وبسيبه لحد ما يبرد، وبحط على وشه كده كيس تلاجة او حاجه عشان ما تعملش ايه قشره معايا. تعالي نشوف بقى احنا هنعمل الفطير بتاعنا النهارده ازاي. ده الخليط اللي هنشرب بيه الجلاش. انا حطيت حوالي نص كوبايه من اللبن، وعليها معلقه صغيره كبيره من البيكنج باودر، ودوبتهم مع بعض. طب ليه حطينا بيكنج باودر؟ البيكنج باودر هيخلي الورق ينفش كده والفطيره معايا تنفش وتبقى مورقه. وحطيت حوالي 3 معالق كبار او 4 من الزبده، سيحتهم كده على النار وحطيتهم على الخليط اللي معايا. واللي اتبقى معايا دهنت بيه حلو قوي الصينيه اللي انا هعمل فيها الفطير. الفطيره دي ممكن تستخدمي اي جلاش، بواقي جلاش كانت عندك في التلاجة. انا عايزه اقولك ان دول كانوا بواقي عندي، عملنا وصفه مع بعض بالجلاش انا مش فاكره ايه هي، واتبقت عندي في التلاجة حبه، يعني حبه ورق جلاش كده، فقلنا نعمل بيهم الفطيره الحلوه دي، سريعه وسهله ومش بتاخد وقت. تعالي بقى بصي، حطيت الورقه يعني حطي نصها في الارضيه والنص التاني خليه لبره، عشان بعد كده نقفل عليها وتبقى شكلها زي الفطيره اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. هحط كده في الاول الارضيه لحد ما اقفل الجوانب ال4 بتوع الصينيه اللي انا هفرد فيهم، يبقى الورق كله من بره. وكل ورقه احطها اشربها بالخليط اللي انا عاملاه ده. وعلى فكره ممكن بدل نص كوبايه اللبن تستخدمي علبه من الزبادي. فده متاح وده متاح، استخدمي اللي موجود عندك في البيت. اهو هنقفل بقى انا عايزه الورق اللي يبقى طالع بره كده يبقى يعني متحوط من كل الجناب بتاعه الصينيه، عشان لما اجي اقفل بعد كده يبقى الفطيره او الحشوه متقفل عليها كويس. اول بقى ما هلاقي ان خلاص كده الورق اللي طالع بره خلاص داير ما يدور كده بالصينيه، هبدأ بقى هقطع الورقة بعد كده زي ما هتشوفي كده، هقطعها ان انا احطها في النص بس، مش عايزة اطلع بقى ايه ورق تاني بره عشان برضو الحروف بتاعتها ما تبقاش تخينة. بصي الورقة انا قسمتها بالنص وهحطها في النص بس. وزي ما قلتلك ما بين كل ورقة وورقة تمسحي كده بالفرشة بالخليط اللي احنا عاملينه. انا عايزة كل ورقة تشرب من الخليط ده حلو قوي. بتمنى بقى ان انتي لو وصلتي للجزء ده من الفيديو ولسه ما نورتنيش بالاشتراك في القناه هتبسطيني قوي، وهتنوري القناه لو اشتركتي. وما تنسيش لو اشتركتي تفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. ولو انتي مشتركه ومش مفعله زر الجرس يا ريت تفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. ويا رب اتمنى بجد ان الوصفات اللي انا بقدمها لكم تكون بتعجبكم وتكون سهله وبسيطه يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا استخدم وصفات بمقادير موجوده في البيت، مش مكلفه الى حد ما، يعني مش ان انت تحتاجي ان انت تشتري لها حاجه من بره. نظرا طبعا احنا عارفين كل الاسعار بقت غاليه، فبنحاول نعمل حاجه حلوه في البيت باقل الامكانيات اللي موجوده عندنا. هنا بقى انا بحط بقى كده في نص الصينيه، يعني قسمي لفه الجلاش اللي عندك، او انتي قسمي الورق اللي موجود عندك كده بالويم كده على نصين، نص تحت ونص فوق. عشان كده قلتلك لو انتي عندك جلاش حتى لو متقطع ولا حاجه عادي بتحطيه في النص كده ما بيبانش خالص. هنا بقى بجيب الحشوه الكاستر. بصي بقى الحشوه انا كنت عاملاها من قبليها فكانت بردت خلاص، ومسكت بقى. بصي بقى مسكت نفسها ازاي، هو على النار بيتقل بس اول ما بتسيبيه بيمسك نفسه.
هنحط بقى الحشو كده في الفطير، وهفرد بقى الكاستر كده. دي اسهل طريقه للفطير الحلو. هنعمل مع بعض ان شاء الله بقى الفطير الحلو اللي هو بالعجين، بس انا حبيت الاول ابدا لكم الوصفه اللي هي الوصفه السهله السريعه اللي انتي تقدري تقومي كده تعمليها بسرعه ما تاخدش معاكي وقت. وعملنا مع بعض الفطير الشرقي بالعجين، هتلاقوه عندكم على القناه، لو انتي حابه ترجعي له هتلاقيه موجود. بكوبايتين دقيق بس هتعملي فطيرتين حلوين قوي من الفطير الشرقي. كنا حاشين واحده فراخ وحاشين واحده سوسيس. لو انتي لسه ما شفتيش الفيديو ارجعي ليه، هتلاقيه على القناه وان شاء الله هيعجبك. وزعت بقى الكاستر كده بالمعلقه، وبعد كده بقى ايه هحط وهكمل بقيه ورق الجلاش اللي عندي وهقفل عليه. انا الاول هحط اول ورقه كده وادهنها. احنا متفقين ان ما بين كل ورقه وورقه احنا لازم ندهنها حلو قوي. هقفل الاول على الكاستر، وادي ورقه كمان وادهن. ولو على فكره لو في خليط التشريبه اللي احنا عاملينها دي مش عايزه تستخدمي زبده، حطي سمنه بتديله بقى طعم وريحه رهيبه. لو انتي عندك سمنه استخدمي السمنه هتبقى حلوه قوي. بعد هنا ما قفلت بقى على الكاستر هنزل كل الاطراف اللي عندي دي كده وافردها وادهنهم حلو قوي، اشربها حلو قوي عشان ما تبقاش تخينه معايا. وانا عايزه كل الطبقات دي تبقى مورقه، هتشوفوها بجد بعد السوا كل الطبقات دي مورقه وبجد حلو وخفيف جدا. هدهن حلو قوي كده. وبعدين هكمل بقى بقيه الورق اللي باقي عندي. بصي بقى الورق الطويل بقى برفع الفطيره وبنزل الورق لتحت اهو، بصي عشان يبقى كله ماسك في بعضه. وادهن يعني الورقه الطويله تحطيها وترفعي الفطير وتنزليها لتحت. هنا بقى كنت خلصت، ولعت الفرن على درجه حراره 180 زي الكيكه بالظبط، سبته يسخن. وبعد كده هحطها على الشبكه. اول ما تاخد لون من الحروف يبقى هي كده خلاص تمام. من تحت بشغل عليها الشوايه بسيط خالص لحد ما تاخد اللون الحلو. هنا بقى بصي كانت طلعت معايا، بس على فكره هنا في المقطع ده المفروض المقطع يعني في مقطع يجي قبليه. هنا كانت نص كوبايه لبن، لا المقطع اللي هيجي بعديه هتبقى كوبايه لبن كامله، الفطيره سخنه، اللبن دافي. اول ما تطلع اسقيب اللبن ده هتفضلي تحطي وتهزي الصينيه كده هتشرب اللبن. انا ما حطيتش الكوبايه كلها، انا تقريبا حطيت كوبايه الا ربع من اللبن ومش حاطه فيه اهو. بصي المقطع ده كان المفروض يجي الاول، دي هنا كانت لسه طالعه وبسقيها بكوبايه لبن، استخدمت كوبايه الا ربع بس. هتحطي وتهزي وتشربيها، الفطيره هتشربها. انا هنا ما حطيتش سكر وما حطيتش اي حاجه في اللبن لان انا معتمده ان انا هرش سكر بودره، فعشان ما تبقاش مسكره قوي فانا استكفيت. لكن لو انتي بتحبي الحاجه سكرها عالي حطي مثلا معلقه سكر في اللبن. بصي كل ما هتهزي هنا كل ما الفطيره هتشرب اللبن اللي انتي حطيتيه. بصي هي شربت خلاص، اللبن اللي احنا حطيناه خلاص هي شربت، ما فيش لبن في الصينيه عندي. هبدا اديها تاني برضو، اديها تاني عشان تبقى طريه كده. بصي بقى هنا بعد ما شربت اللبن انا هنا هرش عليها بقى كده سكر بودره على الوش، عشان كده قلتلك انا ما حطيتش حاجه في اللبن. عندك بقى السكر البودره حطيه بقى ايه زي ما تحبي، الكميه اللي انتي عايزاها، بس كتري بقى. انا بحب الفطير بصراحه يبقى غرقان كده بالسكر البودره. انا هنا على فكره بنرش السكر البودره وهي الفطيره عشان فيها لبن فبتشرب من السكر فهتبقى مسكره يعني ما تقلقيش. يعني بصي انا اول ما بحط السكر بيبان وبعد كده لونه بيروح عشان الفطيره مسقيه حلو باللبن فالسكر بيختفي معايا، لكن هي كده سكرها حلو قوي. هخلص بقى السكر وهديها بقى رشه كده من الزبيب، وطبعا الزبيب اختياري، زبيب بقى جوز الهند سوداني اي مكسرات عندك كل ده بقى ايه اختياري. بس كده ودي الزبيب اهو هحطه كمان وكده خلصنا. تعالوا بقى نقطعها ونشوفها من جوه عامله ازاي. احنا عايزين نشوفها بقى مورقه ولا ايه ظروفها من جوه. بجد عايزه اقولك والله مورقه، وعملتي فطيره للبيت في البيت لولادك سهله وسريعه وبجد ما خدتش اي وقت نهائي. بصي بقى
لما نقرب على الكاميرا بصي من الحروف، بصي مورقة ازاي، بجد مورقة مش عجينة، الطبقات كده منفصلة عن بعضها مش معجنة، وحشو الكاستر بضمير، يعني حاطين لها حشو كاستر حلو. بصي باظظ ازاي. الف هنا وشفا، ويا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم.